مرحبا فيكم بفيديو جديد. جيت لكم اليوم بوصفة يمي 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 شو زاكية، المعلاء. في ناس كتير بتحب معلاء الخروف وأنا جايب بالي معلاء، فاليوم قررت أعمل لكم المعلاء بطريقتي. وهلأ مع مكونات طبختنا لليوم. مكونات وصفتنا لليوم المعلاء اللي هي الكبدة والفشة والقلب والزور. أنا بحب المعلاء كله كامل، فهذا معلاء أنا جبته من عند اللحام قطع لي إياه. وعندنا زيت الزيتون للقلي، وعندنا روح الروح للمعلاء، الشطة الحمراء هاي شغلي أنا طحنتها، وعندنا الملح، وعندنا الفلفل الأسود، وعندنا اللي بخلي ريحة المعلاء تفحفح فحفح التومة. في عندنا تومة ناشفة، في عندنا مبشورة، في عندنا تومة فريش. الخيار قدامكم تستعملوا اللي انتم بتحبوا. وعندنا لغسيل المعلاء زيت زيتون وطحين عشان نغسله ونجهزه للطبيخ. وأول خطوة بدنا ناخد المعلاء ونغسله كتير منيح عشان نشتغل فيه. وبنبلش نغسل المعلاء. أول دور بنشطفه بس بمي، وبناخده بنصفيه. هذا أول دور. وأول خطوة عملناها غسلنا المعلاء بس بمي لحال، وهلأ بدنا نغسله بطحين والزيت عشان ما يكون فيه زنخة، وطبعا بتعرفوا بيكون فيه شوية دم بسيطة عشان انه يكون تمام ما في اشي. هلأ بنجهز هون، بنحط المي وبنحط كاسة طحين وبنحط زيت زيتون، نحط عليهم المي وبنحركهم بالطريقة هاي، بندوبهم منيح. كتير مهمة على فكرة الخطوة هاي، غسيل المعلاء كتير مهمة. شايفين كيف صار عنا هون؟ دوبنا الطحين وزيت الزيتون بالمي، هيك بتكون صارت جاهزة عشان ندير عليها المعلاء ونغسله كتير منيح. وبعد ما جهزت المي والطحين وزيت الزيتون بنجيب المعلاء بنديره عليهم بالطريقة هاي، بنغسله كتير منيح. وفيكم تنقعوه أبو 5 دقايق أو 10 دقايق. زيت الزيتون والطحين بالطريقة هاي. حطينا المعلاء في الطحين وزيت الزيتون. بعد ما حطيناه بزيت الزيتون والطحين بنخليه منقوع من 5 ل 10 دقايق عشان يطلع هيك 100%. وهلأ بعد ما نقعناه بالطحين وزيت الزيتون 10 دقايق بنصفيها من زيت الزيتون والطحين والمي اللي كانوا منقوعين فيه، وبنفتح المي شوي عليهم بس بنشطفهم اشي بسيط عشان ما يكونش فيه طحين عليه. وبعد ما غسلناه بالمي بنتركه يتصفى شوي. ومن اهم الخطوات عندنا اللي هي غسيل المعلاء. بعد ما غسلناه شوفوا كيف صار، فيش فيه دم ولا فيه اي اشي، بيكون هيك جاهز للطبخ. هاي النقطة كتير مهمة. نغسله بزيت الزيتون والطحين وبننقعه 10 دقايق. وهلأ بعد ما غسلنا المعلاء بدنا نجيب طنجرة. أنا بحب أستعمل طنجرة الضغط، بحب أنا شغل سريع. فبجيب عندنا كاسة زيت زيتون بحطها بالطنجرة، وهلأ بستناه يحمى شوي صغيرة مش كتير لأني أنا ما بحب الزيت يغلى على النار، بس شوي يحمى. هلأ بنجيب المعلاء تبعنا اتصفى عنا وبنديره في طنجرة الضغط. فيكم اللي ما عندها طنجرة ضغط عادي بتقدر تعمله على طول بالصينية أو بطنجرة عادية، بس أنا بحبه كتير مستوي ما بحبه شادد، فبحب أستعمل طنجرة الضغط. بس برجع بحكي للي ما عنده طنجرة ضغط بيقدر يستعمل طنجرة عادية، بس بتكون مدة السوى تبعته أكتر. حطيناه بالطريقة هاي على زيت الزيتون وبنحركه. هلأ شوفوا كيف عنا لما بلشنا نقلبه بلش كيف يتغير لون الكبدة والفشة والزور. شايفين كيف كله بلش يتغير لونه مع الزيت. وهلأ في الوقت هذا بما انه تغير اللون عنا وبلش يغلي شوي بنجيب الفلفل الأسود، بنحط تقريبا قد معلقة حسب الرغبة انتوا كيف بتحبوا. انا بحب نكهة الفلفل الأسود فيه.
وانا هون استخدمت الثوم البودره والمبشور. قلت لكم فيكم تستخدموا التومه العاديه، بس انا بستسهل على التومه هاي. معلقه تومه بودره ومعلقه تومه مبشوره بنحطهم عليه بالطريقه هاي. الريحه يمي، ريحه الفلفل الاسود مع التومه اشي خرافي. واو، بنقلبهم بالطريقه هاي. طبعا عشان تكونوا عارفين المعلاق لما نحطه على النار بنزل منه هيك المي اللي فيه بتنزل، فهو حيستوي بالمي هاي لما نضغطه. شايفين المعلاق عنا صار يغلى، شايفين كيف؟ وهي المي اللي نزلت اللي حيستوي فيها، طبعا مع الفلفل الاسود اللي حطيناه والتومه المبشوره والتومه البودره. وبهيك سكرنا طنجره الضغط على المعلاق تبعنا، وبنتركه من 45 دقيقة لساعة، وبعديها لما يستوي بنحط له الملح والفلفل الأحمر، بنحطه في الصينية وبنحمره. شوفوا النتيجة في الآخر. نستنى ليستوي المعلاق. وبهيك صار المعلاق عنا مستوي. بدنا نحط له هلا الملح والفلفل الأحمر. بنحط الملح وبنحركه وبنخليه. شايفين كيف صار؟ بنخليه يغلى شوي يتشرب الملح عشان نديره بالصينية، وبنحط له الفلفل الأحمر قد ما بدكم بتحطوا. بتحبوه بحرق كتير بتحطوا قد ما بدكم حسب حرقان الفلفل. احنا بنحبه وسط لأنه شادي بحب البحرق، بس بقولي مش كتير. بنحط معلقة. أحط تانية يا شادي؟ هي الثانية. حطينا معلقتين. شوف، وبهيك بنقلبه بس دقيقتين عشان نحطه بالصينية ونحمره بالفرن. وهلأ بعد ما حطينا الملح والفلفل الأحمر وضمننا إنه غلي شوي معاهم عشان يتشرب الملح، بنطفي تحته وبنروح للخطوة اللي بعديها عشان نديره بالبايركس أو بالصينية اللي بدنا نحمره فيها. واو، ريحته بتشهي يا شهدي، ما شاء الله. واو، هلا انا مولعه الفرن من فوق. هلا بندخلها شوي الفرن بس نحمر الوجه اشي بسيط. وطبعا حطيناه بالفرن ما بيحتاج وقت كتير، بس يعني ابو 5 دقايق بس حسب حماوة الفرن عندكم، بس نعطيها هيك تحميرة بسيطة للوجه عشان المنظر. وبعد 5 دقايق تقريبا من تحمير صينيتنا صارت جاهزة يا شبابي. واو واو واو، شوفوا المنظر، شوفوا 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 المنظر، يعني نو كومنت. وطبعا وصفتنا لليوم المعلاق، المقبلات اللي بتتاكل معاها. عندنا زيتون اسود، زيتون اخضر طبعا خير السنه، فلفل احمر شغل مشادي، عندنا بصل اخضر طبعا بتاكل بالخبز ولازم يكون طازه. يلا يا شادي. يلا حاجة مشادي يعطيك العافية. زي ما شفتوا طريقتها كتير سهلة ومش معقدة أبداً، حتى أنا عم بتعلم يوم مع يوم كيف أطبخ هاي الشغلات بدل ما هي تتعلم أنا بتعلمها هاي. المهم سهل كتير إنكم تعملوها، والأهم من هيك إنه ريحتها كتير زاكية ومن الأكلات المحببة إلي كتير. خليني أدوق وأحكي لكم شعور هذا الميكس الحلو مع بعض. يلا حط لنا حتى. طبعا انت كل شيء بتحب الكبده والفشه والزور، كل شيء بتحب. طبعا للي ما بياكلوها او ما اكلوها قبل هيك بكون فيها قطع طريه، قطع اي بس قطع هيك اللي هم الزور والفشه والمعلاق وكل هاي التفاصيل. الكبده يا جماعه هاي الاكله فيها كثير تفاصيل، لازم تجربوها عشان تفهموا شو عم نحكي بالضبط. بسم الله مع التيست. حاجه امسك اول اشي من اصول هاي الاكله انك تبلي الخبز زي هيك بالاشياء. قولي رأيك بصراحة.
طعم الشطه مع طعم الكبده مع طعم الثوم اشي كثير خرافي. بنصحكم كلكم تجربوها. وبما انه شادي داقها وحكم، طبعا شادي يعني عندي متذوق رهيب. جربوها وقولوا لي شو رايكم في طريقه المعلاق تاعت شادي. بستنى تبعتوا لي الصور عشان انزل لكم اياها على الانستغرام، وبنشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. اقسم بالله ما راحت عليهم. انا جايه استناني. حتى اسمعني القطع الطريه الي واليابسه الك. انا بحب الطريه. وانت طبخاها تاكليها يعني؟ طب خلص صح. والله خايف الواحد ياكل بصل، بس هلا شو بده يصير يعني. سامحينا يا هيا. سوري هياوي. معلش سيبي لي اياه اليوم. مين عم دورها لها. طبعا موضوع الشطه مش راح يفهموا غير اهل غزه فعليا. سكان قطاع غزه تحياتنا لكم، واكيد معروفين انتم بالشطه اكثر ناس.